الاتحاد والأهلي المصري في قمة عربية في كأس العالم للأندية. أوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ رجعت لكم مقطع جديد. اليوم حنتكلم عن مواجهة الاتحاد السعودي والأهلي المصري في قمة عربية في ربع نهائي كأس العالم للأندية. مباراة قوية، مباراة مجنونة، راح أتكلم عنها في هذا المقطع اليوم. وطبعا هذه ثاني مشاركة للاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية، وهذه تاسع مشاركة للأهلي المصري في البطولة. وعلى فكرة في 2005 لعب الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية ضد بعض، وفازت الكبسة 1-0. فهل يرد الأهلي ثأر الطعمية هذه المرة؟ الاتحاد وصل للدور الثاني بعد الفوز على اوكلاند سيتي 3-0 في الدور الأول. والصراحة أنا استمتعت في المباراة بسبب جماهير الاتحاد الرائعة بكل تأكيد، وهذا غير الأجواء والأمطار الجميلة اللي كانت في جدة وقت المباراة. الاتحاد راح يواجه فريق أصعب، فريق عنده الرغبة في الوصول لمكان بعيد في هذه البطولة، ولكن الاتحاد قوي، الاتحاد قادر على الفوز بإذن الله، ولكن بالتركيز وبالروح والحماس. أما الأهلي المصري وصل للدور الثاني مباشرة بدون ما يلعب في الدور الأول. الأهلي ناوي على أنه يوصل لنهائي البطولة وعندهم هدف واضح. وترى الأهلي المصري يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا في السعودية وفي جدة على وجه التحديد، فراح يولع الملعب بين جماهير الاتحاد والأهلي. الفائز من هذا اللقاء راح يواجه نادي فلومينينسي البرازيلي، وهذا نادي قوي جدا ومرشح قوي للفوز باللقب بكل تأكيد. فراح نشوف مين راح يواجهه من الاتحاد والأهلي. خلينا نتوقع نتيجة اللقاء ونشوف إذا بجيبها صح ولا لا. أنا أتوقع فوز الاتحاد بنتيجة 2-1. راح تكون مواجهة قوية وممتعة وفيها شد وأعصاب وجنون، وهذا والله أعلم. وأعطوني توقعاتكم انتو كمان في التعليقات. طبعا في لقاء آخر في الجهة الأخرى من كأس العالم بين ليون المكسيكي وأوراوا الياباني، والفائز راح يواجه المان سيتي في نصف النهائي. في الختام إن شاء الله تكون مباراة ممتعة وجميلة، وخلينا نشوف مين يفوز، الطعمية ولا الكبسة. وبس، شكرا للمشاهدة، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمقطع. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيه والتعليق المحفز والنشر في كل مكان. خلونا نوصل 500 مشترك في أسرع وقت ممكن قبل نهاية السنة. شكرا للمشاهدة، مع ألف 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 سلام.